ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، في الليلة الثانية من هذا الشهر الكريم لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة. في هذا الشهر سنتحدث عن أسماء الله عز وجل، ونستضيف كل ليلة مجموعة من الأسماء الطيبة المباركة التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عملا بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهنا من أراد أن يدعو الله عز وجل عليه أن يدعوه بأسمائه الحسنى، حيث قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. مشاهدي الأكارم، هذه الأسماء والصفات الطيبة المباركة لربنا عز وجل سنتحدث عنها في هذا الشهر الكريم، متدارسين حول الأسماء التي وردت في كتابه عز وجل كم عددها، ثم أيضا الأسماء من حيث هي لماذا تأتي مجاورة، ولماذا أيضا تأتي مكررة بالمصاريف اللغوية، فالقادر والمقتدر والقدير والأعلى والعلي، وهكذا هذه الأسماء التي لها مصاريف متعددة لماذا تأتي بهذا الشكل. كل ذلك سنناقش ونحاور طيلة شهر رمضان، ولن نشبع من ذكر أسماء الله عز وجل، حيث قال نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية قال: من حفظها دخل الجنة. وهناك عدة روايات وعدة ألفاظ سنعرضها على مشايخنا وأساتذتنا. باسمكم جميعا أرحب بشيخي وأستاذي الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف، كما أرحب بشيخي وأستاذي وأخي الأكبر أيضا محمد بن عبد الله الجبرتي، الضيفين الدائمين لهذا البرنامج الذي نسأل الله تعالى أن يكون خالصا لوجهه الكريم، نبتغي به رضاه سبحانه وتعالى، ونسأله تبارك وتعالى أن يحل علينا رضوانه وأن يحل علينا من عنده البركة والخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن أنسى فلا أنسى أن أشكر إخواني الذين يعملون من خلف الأستار من القائمين على الكنترول من الداخل، سيكونون معنا أيضا طيلة شهر رمضان. أسأل الله تعالى أن يعمهم بمنه وكرمه ورحمته، كما أسأله تبارك وتعالى مشاهدي الأكارم لكم التوفيق والسداد، وأن تستمتعوا معنا في هذا البرنامج. نسألكم أن تتابعوه وأن تراسلوا لنا من خلال الأرقام التي تظهر إليكم في الشاشة أو عبر مواقع قناة سلام بما ترونه من ملاحظات أو توجيهات أو نصائح خلال برنامجنا المبارك. إذن نبدأ في برنامجنا متوكلين على الله عز وجل. نرحب بالشيخين، أهلا وسهلا بكما. حياكم الله. الشيخ حسن، أسماء الله عز وجل وصفاته العلى ما فضلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كما يقال: شرف كل علم ينبع من الشيء الذي يتعلق به، وأعظم ما يمكن أن تتعلق به القلوب والعقول والأنفس والأرواح هو خالقها جل جلاله. التعلق بالله سبحانه وتعالى وأعظم ما يمكن أن يتعلق به الإنسان، وأعظم ما يمكن أن يتعرف عليه، ولذلك كان العلم بالله أعظم أنواع العلوم. لهذا سماه بعض أهل العلم الفقه الأكبر، معرفة الله تبارك وتعالى.
في معرفة الله سبحانه وتعالى من خلال آلائه، من خلال نعمه، من خلال كونه المنظور، ومن خلال كذلك آياته المتلوة، ومن خلال كذلك أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته جل جلاله. وبالتالي الحديث عن فضل الأسماء والصفات ينبع من هذا الجانب، ينبع في أن الأمر متعلق بالله جل جلاله، ونحن في كل مسعانا نريد أن نتقرب إلى الله عز وجل، والتقرب إليه يلزم معرفته، وحب الله سبحانه وتعالى يلزم معرفته. فإن الإنسان الذي لا يعرف الشيء لا يقدره حق قدره، والكفار مشكلتهم الرئيسية أنهم ما قدروا الله حق قدره، لأنهم ما عرفوا الله تبارك وتعالى، ولا عرفوا أسماءه، ولا عرفوا صفاته جل جلاله، وبالتالي ابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى، فحرموا هذا الخير الكبير وهذا الخير العظيم. وبالتالي أسماء الله تبارك وتعالى فضلها عظيم، تنبع الأفضلية ابتداء من أنها متعلقة بالله تبارك وتعالى، وتنبع كذلك الأفضلية بأن الله طالبنا أن نتعبد بها، وأن ندعو بها، وأن نسأل الله بها. وإذا قلنا مثلا إذا جاء في الحديث بأن الدعاء هو العبادة، فإن العبادة هذه الله عز وجل طالبنا أن ندعو بأسمائه تبارك وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. إذن الأسماء الحسنى متعلقة بعبادة الله، وعبادة الله سبحانه وتعالى هي غايتنا في هذا الوجود. يعني الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لتعبد الله لا بد أن تعرفه، ولتعرف الله تبارك وتعالى لا بد أن تعرف صفاته وتعرف أسماءه. وبالتالي كلما استطاع الإنسان أن يتعرف على الله تبارك وتعالى بأسمائه، ويتعرف على الله تبارك وتعالى بصفاته، ويتعرف على الله تبارك وتعالى بأفعاله، فإنه يكون قد حاز السبق، وقد حاز كذلك العلم بالله تبارك وتعالى، وحينها يكون قد فاز فوزا عظيما. هذه على كل موضوع الأفضلية في أنها متعلقة بالله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن لله 99 اسما من أحصاها، وفي رواية من حفظها دخل الجنة. فيعني متعلق هذا الأمر أنك إذا استطعت أن تتعرف على أسماء الله وعلى صفاته تبارك وتعالى، فإنك تكون قريبا منه، تكون محبا له، تكون خاشعا له، متوكلا عليه، بحسب ما عرفت من هذه الأسماء وهذه الصفات. وهذه الأسماء والصفات هي في حقيقتها تمظهرات الوجود. يعني لو تأملت في هذا الوجود كله ستجد بأن كل ذرة من ذرات هذا الوجود انعكاس لاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، أو صفة من صفات الله عز وجل. لا تكاد تجد هذا الوجود، يعني حتى الذين سبحان الله بالغوا في عقيدة وحدة الوجود كانت مشكلتهم هذا الانعكاس، أنهم رأوا هذا الأمر، الوجود كله من أسماء الله، الوجود كله من صفات الله تبارك وتعالى. فأنت عندما تتحدث عن اسم الله الخالق، فإن انعكاس الخلق كله يعود إلى هذا الاسم. وعندما تنظر إلى مسألة الرزق، فإن اسم الرزاق هو الذي تنعكس فيه هذه اسم التواب، قضية التوبة والذنوب والمعاصي التي يرتكبها الناس فيعودون، انعكاس لهذا الاسم. لهذا قيل بأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها عاملة ولا تتعطل. يعني لا يوجد اسم لله غير فاعل، وهي أزلية. وهي أزلية. يعني سبحان الله، وأن اسمه الخالق قبل أن يخلق الخلق، نعم. واسمه الباري قبل أن تحدث البرية، نعم. فأسماء الله تبارك وتعالى مستحقة له بكماله وجلاله وعظمته وكبريائه. وبالتالي كلما تعمقت في أسماء الله كلما عرفت الله، وكلما عرفت الله تبارك وتعالى كلما اقتربت منه، وكلما كنت قريب من الله سبحانه وتعالى نلت رضاه، نلت محبته، نلت حسبه، نلت رزقه، نلت فضله. أحسن الله إليكم شيخ حسن سلمان، وبارك الله فيكم. شيخنا الشيخ محمد عبد الله، إذا كان لك إضافة أو تفيدنا عن عدد أسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبريكاته على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شيخنا الشيخ حسن أتى على كلام جميل، ولكن ما أريد أن أضيفه في هذه المسألة أن من أفضال الله عز وجل علينا نحن بني البشر، ونحن الذين نقول أننا نؤمن بالله سبحانه وتعالى،
أن الله جل جلاله وتباركت أسماؤه، لأنه هو الذي خلقنا وهو الذي يعرف مكامن نفوسنا، جعل لنفسه أسماء تناسب احتياجاتنا وأمورنا لكي نتمكن من دعاء الله سبحانه وتعالى ومناجاته من خلال هذه الأسماء والصفات. جميل. الإنسان الواحد منا بضعفه الذي يتخلله منذ أن خلق إلى أن يموت محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، مفتقر إليه. ولكي نستطيع أن نناجي الله سبحانه وتعالى، ولكي نستطيع أن ننادي الله جل وعلا، ولكي نستطيع أن نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، فتح لنا آفاق ومجال في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وما لم يعلمنا إياه ربما يكون ولا شك أنه أعظم وأعظم. ولذلك ما أريد أن أركز عليه أننا ينبغي لنا أن نتودد إلى الله سبحانه وتعالى من خلال ما يحب الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته. بمعنى كلما أردت أن تناجي الله جل وعلا في أمر ما، ناده بالاسم الذي يريده سبحانه وتعالى. حينما تريد أن تتوب فعليك بسم الله التواب. إذا كنت تريد المغفرة فعليك بسم الله الغفور الغفار. إذا كنت تريد الرحمة فعليك باسميه الرحمن الرحيم. إذا كنت تريد الرزق عليك بالرزاق والرازق. إذا كنت تريد أن توهب فعليك بالوهاب والواهب، وهكذا في بقية الأسماء. إذا كنت تريد أن تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وتخشاه وتتقيه، عليك أن تستحضر اسم الله السميع، اسم الله الرقيب، اسم الله البصير، حتى تتجنب معصية الله سبحانه وتعالى، سواء كان بالعين أو كان باللسان أو كان بالسمع. وهكذا في بقية أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. والله جل جلاله وتباركت أسماؤه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما. العلماء يقولون هنا هو مجرد إخبار أن الله جل وعلا أن له 99 اسما وليس للحصر، فإن أسماء الله سبحانه وتعالى لا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، هو الذي يعرفها وهو الذي أذن لنا بمجموعة من هذه الأسماء وهذه الصفات، وإلا أسماء الله عز وجل أكثر من ذلك بكثير. ولذلك في الحديث المشهور، حديث إذا أصيب أحدكم بهم أو غم فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك. بكل اسم يعني ما أعرفه وما لا أعرفه، بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. استأثرت به في علم الغيب هذه تفتح لك مجال واسع أن أسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة. ولذلك مثل هذا الحديث يبين لك أهمية هذه الأسماء وهذه الصفات لله سبحانه وتعالى. لا تأتي هكذا جزافا تدعو الله سبحانه وتعالى بدون أن تمجده وبدون أن تحمده وبدون أن تناديه بالأسماء التي علمك إياها وسطرت في كتاب الله جل وعلا وجاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا يفتح مجالا رحبا للإنسان. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يكون عجولا، ولا ينبغي أن يكون صح التعبير سيء أدب مع الله سبحانه وتعالى، وهو بحاجة ماسة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يدعوه هكذا يرفع شكواه إلى الله سبحانه وتعالى دون أن يقدم بهذه المقدمات التي نستعطف فيها ربنا تبارك وتعالى في مرادنا وفي خلجاتنا وفي همومنا وفي غمومنا وفي احتياجاتنا، حتى ونحن في أوقات الراحة وفي أوقات الخير. فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن ينادى بهذه الأسماء، ويحب أن يحمد،
ويحب أن يوصف بما وصف به نفسه، حتى يكون هذا مجالا رحبا لقبول الله سبحانه وتعالى دعواتنا وتضرعاتنا وما شابه ذلك. ولذلك أنا أوصي نفسي وأوصي جميع من يشاهدنا أننا إذا أردنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى نتخير من أسماء الله سبحانه وتعالى ما يناسب الحال ويناسب المقام، وندعو الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء وهذه الصفات التي أذن الله سبحانه وتعالى لنا أن نناديه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولو لم يكن الدعاء بأسماء الله عز وجل فائدة لما وجهنا ربنا سبحانه وتعالى أن ندعوه بها، ولا يمكن أن ندعوه بها سبحانه وتعالى إلا إذا تعلمنا هذه الأسماء ودرسناها وتعلمنا كيف ندعوه بها سبحانه وتعالى. شيخ حسن، العلماء في كتاب الله عز وجل أحصوا أسماءه فبلغت 73 اسما من حيث العموم، وهذه الأسماء ورد بعضها لفظا مفردا وورد بعضها مجاورا. يقولون أهل العلم يقولون أن التي وردت لفظا عددها 27 اسما، والتي وردت مجاورة تكررت في كتاب الله عز وجل أو بدون تكرار 53 اسما. 53 اسما. وهنا شيخنا الشيخ حسن نأمل منكم أن تشرحوا لنا أيضا فيما ورد من السنة النبوية الذي ورد في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، ولم يذكر الإمام البخاري هذه الأسماء، وذكرها الإمام الترمذي والإمام ابن ماجه. هنا سؤالي الآن، كذلك هناك من أهل العلم من اجتهد في هذه الأسماء فزاد عليها وأنقص اعتمادا على الكتاب والسنة. سؤالي الآن، هذه الأسماء شيخنا هل هي توقيفية أم يجوز الاجتهاد فيها؟ وكيف ممكن أن نفهم كلام العلماء في سرد أسماء الله تبارك وتعالى؟ أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم في أصح الأحاديث أنه لم يحدد أو لم يفصل الأسماء بالتفصيل الذي على كل ورد في الترمذي وورد كذلك في ابن ماجه، ولكن في نهاية المطاف لم يبلغ الحكم على ما ورد في الترمذي وما ورد كذلك في ابن ماجه بأنه مثلا موضوع أو أنه لا أصل له أو ضعيف جدا. لا، هو في النهاية حكموا عليه بالضعف وفق أحكام المحدثين. ولذلك لما رأى أهل العقائد على وجه التحديد بأن موضوع الأسماء والصفات موضوع له علاقة بالعقيدة، له علاقة بتوحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الأسماء والصفات، حرصوا أن يعودوا إلى المصدر الأساس وهو كتاب الله تبارك وتعالى، والتماس أو أخذ الأسماء من هذا الكتاب العزيز، وثم أخذ الأسماء كذلك من الأحاديث التي ثبت فيها أسماء معينة وهي صحيحة. وبالتالي اختلفت حقيقة مناهج الذين تكلموا في موضوع الأسماء والصفات أو شرحوا موضوع الأسماء والصفات، اختلفوا في هذا الأمر نظرا لهذا الجانب، لأنه ما ورد في كتاب الله كما تفضلت كم 70 اسم يعني، فهي لم تبلغ 99. لكن غالب من أو أكثر من شرح الأسماء اعتمد على كل ما جاء في سنن الترمذي على وجه التحديد، لأنه الأقوى على الأقل في من حيث الحكم الحديثي. ولذلك ستلاحظ هنالك تفاوت على كل في الاختيارات، وتفاوت بحكم على كل ما يصل إليه كل عالم وكل مجتهد، ويحرص أن يصلوا إلى موضوع 99 اسم التي على كل حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كلهم يكادوا يجمعون بأن التقول على الله تبارك وتعالى بأي اسم أو صفة من الصفات هذا يعتبر
ليس من مناهج على كل أهل الإسلام يعني. ويعتبر أنه ألحد. نعم، هو وذروا الذين يلحدون. فأسماء الله تبارك وتعالى أهم قاعدة فيها أننا لا نسمي الله تبارك وتعالى إلا باسم سمى به نفسه أو صفة وصف بها نفسه. هذه قاعدة أساسية. كما أننا أيضا لا ننفي عنه ما سمى به نفسه ولا ننفي عنه ما وصف به نفسه أو رسوله عليه الصلاة والسلام. بالتالي هذه قاعدة أساسية. لماذا هذا الموضوع؟ لأن هذا من قضايا الغيب، والغيب لا بد فيه من الوحي، لا بد فيه من النقل، لا بد فيه من النقل الصحيح عن الله تبارك وتعالى. لهذا اتفقوا جميعا على أن ما لم يثبت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نسمي الله تبارك وتعالى بذلك، وإن حصل فإنه يدخل في دائرة البدع ودائرة الإلحاد التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. لذلك حتى موضوع الحديث حديث 99 هذا يعني أشار إليه جزاه الله خير الشيخ أنه ليس للحصر، ولله تبارك وتعالى من الأسماء ما الله بها عليم، لكن ما أعطانا إياه يكفي لأن نتعبد به. يا سلام. يعني ما ذكر لنا يمكن لو بلغنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أحصى هذه الأسماء كأنما أحصى كمال العبودية. يا سلام. يعني أنت قدرت فعلا والله تحصي هذه الأسماء حفظا، تحصيها فهما، تحصيها تدبرا، تحصيها تعبدا، تحصيها دعاء، تحصيها في أن تكون عملا تحت. يعني هي تشكل مسار حياتك، فإن ذلك بلا شك كمال العبودية. ولذلك هذه الأسماء كافية. يعني نحن لسنا بحاجة إلى، لكن لما تأتي محطات أخرى، لما يأتي الناس يوم القيامة ويجتمعون ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت عرش الرحمن، حينها قال يعلمني ربي كلمات أو يعلمني، يفتح الله علي بدعاء لم أكن أعلمه. يبدو مما يفتح عليه هناك والله أعلم أنه يدعو بأسماء لله في ذاك المقام وبصفات لله تليق به. ولذلك مقامنا في الدنيا هو هذه الأسماء التي وردت في كتاب الله، وستكون هنالك بلا شك مقامات، وستكون أشياء طبعا ربما في الجنة أيضا فتوحات من نعم الله تبارك وتعالى. لأن إذا كان الله عز وجل ينعم علينا وعلى عباده جميعا، على عباده المؤمنين ينعم عليهم برؤيته، فلا شك أن ذلك من أعظم تجليات هذا الوجود الذي يعني تنتهي إليه هذه البشرية. طيب، أنا اسمحوا لي مشايخي وأساتذتي أن أقرأ عليكم حديث الأسماء الحسنى الذي ورد في سنن الترمذي، وذلك لأننا سنتدارس هذه الأسماء طيلة شهر رمضان المبارك. آمل من الكنترول إظهارها على الشاشة. قال الإمام الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما 100 غير واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار، القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض، الباسط الخافض الرافع المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير، الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب، الواسع الحكيم الودود المجيد، الباعث الشهيد الحق الوكيل، القوي المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواحد الماجد الواحد الصمد، الماجد الواجد الواحد الصمد، القادر المقتدر المتقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع، الضار سبحانه وتعالى، النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. يبدو أنك أنت اللي عارض هذا سنن ابن ماجه يا حبيبي. رواية الترمذي هي هذه. أعد الشاشة كما كانت. نقرأ رواية ابن ماجه. أما رواية ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كذلك ابن ماجه رحمه الله يرويه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، إنه وتر يحب الوتر،
من حفظها دخل الجنة. وهي الله الواحد الصمد الأول الآخر الظاهر الباطن الخالق البارئ المصور الملك الحق السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرحمن الرحيم اللطيف الخبير السميع البصير العليم العظيم البار المتعال الجليل الجميل الحي القيوم القادر القاهر العلي الحكيم الرقيب المجيب الغني الوهاب الودود الشكور الماجد الواحد الوالي الراشد الغفور العفو الغفور الحليم الكريم التواب الرب المجيد الولي الشهيد المبين البرهان الرؤوف الرحيم المبدئ المعيد الباعث الوارث القوي الشديد الضار النافع الباقي الواقي الخافض الرافع القابض الباسط المعز المذل المقسط الرزاق ذو القوة المتين القائم الدائم الحافظ الوكيل الفاطر السامع المعطي المحيي المميت المانع الجامع الهادي الكافي الأبد العالم الصادق النور المنير التام القديم الوتر الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الإمام الزهري: فبلغنا من غير واحد من أهل العلم أن أولها يفتح بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أن لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى. تعليقكم شيخ حسن؟ على كل هذه الروايات التي وردت سواء في ما أورده الإمام الترمذي أو ما أورده الإمام ابن ماجه، أعتقد أن كلاهما فيه كثير مما يمكن أن نقول بأنه نص عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. فحتى لو كان هنالك مقال في السند، لكن ستلاحظ بأن كثير من هذه الأسماء لا تكاد تخرج عما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى أو ما ثبت كذلك في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي طبعا علماء الحديث من دقتهم وحرصهم ألا ينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس قد قاله، يحرصون في أنه والله ما هو قاله يجب أن يقال، وما قاله الصحابي أو ما أورده التابعي هذا يظل أيضا محفوظ له. فهم هذه الدقة على كل من أهل العلم حتى لا تبنى العقائد أو الأعمال على ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما ذكر الآن في هذا الحديث هو تقريبا شامل وبشكل كبير جدا، وتكاد معظم الدراسات التي تتكلم عن الأسماء وعن صفات الله تبارك وتعالى لا تكاد تخرج عموما عن هذين الأمرين إلا قليلا. يعني بعض الذين حاولوا يدققوا أكثر مثلا في بعض الروايات ويثبتوا أسماء مثل اسم السيد، يبدو له هنا الآن قد لا يكون ورد أظن في الاثنين، واسم المحسن. فهنالك بعض الأسماء تجد أن وحتى الستير أيوة نعم أيضا اسم الستير، مع أن سبحان الله حديث صحيحة هذه، إن الله ستير حديث صحيح. أحسن. ولذلك ما ثبت صحته سيكون أقوى مما لم يثبت صحته. هذه يعني من الأشياء اللي على كل يمكن لاحظها في جميل. تعليقكم شيخ محمد عبد الله؟ أيضا هذان الحديثان من الدلالة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة في 99. نعم. يعني لو أجرينا مقارنة بين الحديثين سنجد أن الفروقات التي توجد ستكمل أكثر من 100. وأيضا يعني نقول أن هذين الحديثين أيضا من المفارقات، يعني مع أنهما بدأ بإن لله 99 اسما، إلا أن الأسماء الواردة ليست كلها متطابقة، في تطابق كبير صحيح، لكن هناك فروقات أيضا، مما دل على أن الحصر ليس وارد في هذا الموضوع في أسماء الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذا الذي يعني نستطيع أن نتكلم به في مثل هذين الحديث. طيب شيخ محمد بن عبد الله، برأيك ما هو اسم الله الأعظم؟ ما هو اسم الله الأعظم إذا نحن تأملنا في آية، أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، وإذا تأملنا في افتتاح أيضا سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كذلك إذا تأملنا في الآيات
طبعا آخر سورة الحشر هي أعظم آيات التي ذكرت مجموعة من أسماء الله عز وجل. برأيك ما هو اسم الله الأعظم؟ والله على ما ذكرت وعلى الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان أعتقد عثمان أو أحد الصحابة كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يناجي الله جل وعلا. يعني نسيت أنا الحديث بالضبط، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن هذا الرجل دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولربما هذا الأمر تكرر أكثر من مرة، فبالتالي أنا يعني في ظني والعلم عند الله، ربما الشيخ حسن يفيدنا في هذا، أن الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى قد يختلف من مقام إلى مقام ومن شخص إلى شخص ومن موضع إلى موضع. ولربما آية الكرسي قد يكون تتضمن اسم الله الأعظم، وربما الآيات الأخيرة في سورة الحشر أيضا قد تتضمن اسم الله الأعظم. وإن كانت مسألة شوية ربما فلسفية، هي ربما هي تخضع لذات الشخص الذي ينادي الله جل وعلا، حضور قلبه يعني. نعم. لكن أنا الذي يظهر لي والعلم عند الله شيء غير هذا. لربما الشيخ حسن نسمع رأيه، بعد ذلك نتناقش حول هذا. على كل الموضوع فعلا فيه عدة أقوال فيما يتعلق ما هو الاسم الأعظم، لكن ستلاحظ بأن الأمر يدور عموما حول اسم الله الله، واسم الله الحي القيوم. والحي القيوم يعني فيه كثير من الأشياء اللي يمكن على كل تكون جامعة لكثير مما هو داخل فيما يحتاجه الإنسان. لكن أنا حقيقة أيضا ميال إلى ما قاله الشيخ فيما يتعلق بأنه هل يمكن فعلا أن يكون لكل مقام للعبد فيه حاجة أن يسأل الله باسم من أسمائه، فهذا الاسم المتعلق بالمقام يأخذ فعلا اسم الله الأعظم الذي نتعبد به في هذه اللحظة. هذا على كل ربما يكون أيضا له وجاهته وله أيضا ما يسنده. فمثلا الشخص الذي أذنب كثيرا وأوغل في المعاصي والذنوب، فإن التعلق باسم الله التواب، باسم الله الغفار، باسم الله الغفور قد يكون بالنسبة له هذا هو الاسم الذي يمكن أعظم والمناسب. هذا نعم. فادعوه بها، ما دام أنه قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإن مقام الاستغفار ومقام الافتقار إلى الله يختلف عن مقام آخر، والإنسان فيه محتاج إلى الرزق. فمثلا أنت تحتاج إلى الرزق، أو أنت مريض تحتاج إلى الشفاء، وهكذا. فعلى كل القول هذا أنا أرى أيضا له وجاهته، لكن في عدد من الروايات أو على الأقل خلينا نقول هنالك من الأسماء ما يمكن أن تكون جامعة، كاسم الله مثلا. الله من الأسماء التي حتى صاحب كتاب هذا رسالة الماجستير هذه اللي فيها موضوع الأسماء هذا مال إلى أنه ما أدرج هذا الاسم، قال لأن كل الأسماء ستدور عليه. هذا الذي أنا أعنيه. نعم. أن اسم الله الأعظم هو الله. ولذلك سبحان الله، ولأنه اسم لا صفة له. نعم، اسم لا صفة له. أحسنت. اسم لا صفة له. علم على الله. لا تجد أحد يسمي نفسه الله. نعم. إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن ممكن شخص يسمى الرشيد، رازق، تواب، شيء من هذا القبيل. يعني هي صفة قد تكون يعني تنسب لله عز وجل، وقد تكون أيضا هي لغير الله، إلا اسم الله. لن يخلو الدعاء أي داعي في دعائه من اسمه سبحانه وتعالى الله، لن يخلو أبدا. ولكن الذي أريد أن أقوله أن المقام الذي يكون عليه العبد، يعني حينما يسأل للمغفرة أو للرزق أو ما شابه ذلك، ويركز على هذه الأسماء التي هي يعني يريد من خلالها شيئا من الله سبحانه وتعالى،
ولن يخلو هذا الدعاء من اسمه الله. أيوة، نحن بحثنا ما هو اسم الله الأعظم، ويندرج أيضا في بحثنا ما ذكره الشيخ ما هو اسم الله الأنسب للحالة. نعم. الأنسب. ولذلك لو لم يكن كلام الشيخ صحيح لما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم ألذوا بهذا الجلال والإكرام. نعم، بهذا الجلال والإكرام. ألذوا بهذا الجلال والإكرام. فلذلك مع احتياجنا إلى أننا ندعو الله بمعرفة أسمائه وصفاته مهم، وهذا هو معنى التدبر لما نقرأ القرآن الكريم. وما من آية إلا فيها صفة من صفات الله عز وجل أو اسما من أسمائه، لا تخلو سورة ولا يخلو جزء من كتاب الله إلا ويمر بهذه الأسماء والصفات التي كما تفضلتم تزيد في إيمان العبد وتقربه منه. فلما يقول ربنا عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل، قضية خطيرة. فالدعاء مهم جدا للعبد، وفي نفس الوقت معرفة ما يدعو به ربه مهم. نعم. ولذا إذا صح ما قيل عن سيبويه، قيل أنه رؤي بعد موته أو رؤي في المنام، فقالوا له ما فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة. قيل له بما؟ قال بقولي الله أعرف المعارف. الله حتى في النحو وفي الله. وقال أعرف المعارف الله. نعم. ففعلا يعني فهذا هو أنا الله أعلم أقول أن اسم الله الأعظم هو الله. هو الله. نعم. والاسم العلم فعلا هو الاسم العلم الذي ليس له صفة، والعلم عند الله عز وجل، ولا تخلو أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب، هل نحن إذا قلنا أن الله هو اسم الأعظم معناته أن أسماء الله عز وجل تتفاوت في الفضل كما أن آياته كلماته تتفاوت في الفضل أيضا؟ يعني كلها هي فضلة وكلها عليا، لكن اسم ربما يكون أعلى من اسم آخر. ما تقولون؟ على كل كما تفضلت بالنسبة لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وآياته هي كلها فضلة وكلها لها مقامها، لكن ثبت على كل في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن هنالك تفاوت في آيات الله، فتجد أن سورة الإخلاص مثلا تعدل ثلث القرآن، وهكذا يحصل التفاضل. كذلك الله تبارك وتعالى هنالك أسماء أحب إليه وهنالك صفات أحب إليه، فمثلا صفة الرحمة أحب إليه من صفة الانتقام. نعم سبحانه بلا شك. لماذا؟ الله. لأن الله هذه صفة ذاتية بالنسبة له، واتصف بها وجعلها غالبة، بينما صفة المنتقم لا تسري على الكل، ولكن صفة الرحمة تسري على الكل. وسعت رحمتي كل شيء فرحمة الله وسعت كل شيء. لا إله لكن الذين سيعذبون ليسوا كل الناس. نعم. طبيعة الحال. وبالتالي ما اتصف بالكمال والشمول ليس كما اتصف بالخصوص نعوذ بالله أن نيأس من رحمة الله، لما قال سبحانه وتعالى أولئك يئسوا من رحمته. نعم. يعني الكفار. الله العافية والسلام. لهذا حقيقة أعجبني أيضا بحث لبعض الباحثين في بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن المنتقم، بسم الله الرحمن الجبار، بسم الله الرحمن القادر؟ الأسماء كلها. نعم. لماذا بعد الرحيم بعد الرحمن جاء بالرحيم؟ نعم. فقال بأن أسماء الله سبحانه وتعالى التي يمكن أن نقول تشكل كل محور الأسماء هي الله والرحمن. لو أردنا كل الأسماء نصنفها بعدها سيذهب في القسم الله، والثاني سيذهب في إيه؟ في الرحمن. لذلك الله سبحانه وتعالى قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. الله. فستلاحظ بأن أسماء الله سبحانه وتعالى إما الله الرحمن. طيب، الرحمن في أواخر سورة الرحمن قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. طيب، فاتصف اسم الرحمن بصفتين، أنه شامل لصفات وأسماء الجلال
اللي فيها الكبرياء والعظمة والانتقام والجلال. الله والإكرام فيها النعمة والتودد. نعم. لاحظ، فقال لما لأنه أكرمنا بالقرآن الكريم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. شوف هذه السورة سبحان الله، الرحمن علم القرآن، هذا الاسم الذي هو الرحمن قال تبارك اسم ربك. هذا الاسم فيه صفتين، فيه صفات الجلال وفيه صفات الإكرام. يا سلام. ولما كان الأمر محتمل أن يكون والله ربما يكون هنا الرحمن بعدها يأتي الجلال أو بعضها يأتي الجمال والإكرام، قال بسم الله الرحمن الرحيم، فرجح كفة كفة الإكرام على كفة الجلال والعظمة، وكأنما القرآن كله ترجح فيه هذه الكفة وأنت تفتتحه وتقرأه. فلا حرج أنا في تقديري كما تفضلت أن الترجيح هنا وارد، والتحبب لله بأسمائه التي فيها الإكرام أحب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها جامعة ولأنها شاملة ولأنها أصيلة. ولذلك سبحان الله يعني وأيضا في اختياره سبحانه وتعالى لهذين الاسمين العظيمين. نعم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أو ادعوا الرحمن. نعم. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. صحيح له الأسماء الحسنى، لكن كونه سبحانه وتعالى ضرب مثلين. نعم. الله الذي نحن نتحدث عنه، نعم، والرحمن الذي أنت تفضلت به دليل نعم. على مكانة هذين الاسمين عند الله. ولذلك سبحان الله قالوا والله أعلم بأن الله اسم الألوهية، الرحمن اسم الربوبية، تبارك اسم ربك. نعم. الرحمن أي. ولذلك جمع في هذين الاسمين الربوبية والألوهية. الله. جمع الربوبية والألوهية. هذا يجعلنا نعرف من هو ربنا. نعم. لكن إذا قلنا بهذا الكلام وهذا الكلام جميل، نعم الله والرحمن، طيب بقية أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هل سنقول بالتفاضل بينها والترجيح بينها؟ أنا يعني يأتي في نفسي أن بعد أن نقول أن اسم الله والرحمن هما أعظم اسمين لله، لذلك لا يجوز للإنسان أن يتسمى باسم الله، ولا يجوز له بأن يتسمى باسم الرحمن. هذه أسماء هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يشرك فيها أحد. سبحان الله. لكن بقية الأسماء والصفات أنا أقول تفضيلها بحسب مقامها، فلا يصلح في مقام طلب الرحمة أن تأتي بسم الله المنتقم أو حتى قريب من ذلك، يعني لا يليق أبدا. هنا يفضل أن يكون هذا الاسم وارد، ولا ينبغي أن تأتي باسم آخر. ولذلك إذا أتيت في مثل هذا الموطن قد يكون مستهجن أن تدعو، وإن كانت كلها لله سبحانه وتعالى. كلامك صحيح. لذلك ربنا قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيما تدعو من أسمائه، دليل ما يؤكد هذا المعنى أن كل أسماء الله عز وجل طيبة ومباركة، وهي ومن حيث التنزيل هذا القول فعلا قوي. من حيث التنزيل لما تريد تنزلها، نحن تكلمنا عن التجريد. نعم. الأسماء مجردة عن تنزلاتها، لكن عندما تأتي إلى التنزلات فعلا فرق كبير جدا بين مقام فيه غفور رحيم ومقام عزيز حكيم. مقام الانتقام فيه عزيز حكيم ربما أفضل. صحيح. وهنا يعني هذا يجر بنا أن نذكر إلى أهمية تعلم أسماء الله عز وجل وصفاته العلى كي نضعها في موضعها الصحيح. صحيح. يعني رووا أهل السنن وغيرهم أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ قوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم، فقال هذا كلام ليس بكلام الله. الأعرابي هكذا قال لأنه أدعى قال أدعى أن يزل الإنسان ويستمر في الزلل. نعم. ما دام أنه غفور رحيم، كما يفعلها بعض الناس. فلما رجعوا إلى الآية وجدوها فاعلموا أن الله عزيز حكيم، قال هذا كلام الله. الله أكبر. نختم مشاهدينا الكرام بهذه القصة لهذا الأعرابي، مما يدل على ضرورة تعلم معاني كتاب الله عز وجل ومعاني أسماء الله سبحانه وتعالى حتى نضعها في موضعها.
سنعيش معكم رحلة طيبة مع أسماء ربنا عز وجل، نتعرف عن ربنا سبحانه وتعالى من خلالها. نسأله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدي الأكارم، أتقدم بشكر جزيل لله تبارك وتعالى أولا، ثم لشيخين الجليلين الشيخ حسن سلمان والشيخ محمد بن عبد الله، والشكر موصول لكم على متابعتكم. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.